لما كهربا عمل خطأ صغير غير مباشر وطلع قال اوف كهربا عقده صح، تاني يوم لجنة الانضباط وقعت على كهربا عقوبة. دلوقتي مروان حمدي شتم جمهور الاهلي في العالم كله، وعد بقى كام جماهير النادي الاهلي شتمهم كلهم بالام، ولسه ما تعاقبش لحد دلوقتي 10 ايام، ولسه قرار الانضباط ما طلعش. السبب لسه لحد دلوقتي ما نعرفش اي حاجة. يلا بقى ندخل على الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في حلقة نارية. هتقولي ما انت كل مرة بتقول ان الحلقة نارية، هقولك اصبر عليا. معايا كريزة النهاردة، في بونبوناية في نص الحلقة كده، فانت ركز معايا وحط لكك الجميل عشان حلقتنا نارية. انا مش فاهم اول حاجة طبعا موضوع مروان حمدي. النادي الاهلي ما عندوش اي مشكله في عقوبه مروان حمدي، تطلع بدري تطلع متاخر كده كده يتعاقب. والعقوبه لو طلعت دلوقتي فهو اصلا الاهلي ضامن الدوري، وبيراميدز خلاص كده بقى اللعبه. فالنادي الاهلي مش عايز اللاعب من الاخر يتعاقب دلوقتي. يا عم اتعاقب بعدين، اتعاقب عشان العقوبه تطبق على الموسم الجديد. فالنادي الاهلي مش فارق له ولا بيفرق له حاجه ولا بيفرق له حد، حتى لو لجنه الانضباط بتدلس. ده اول موضوع معانا. تاني موضوع معانا، مارسيل كولر طلب رحيل بيرسي تاو رفض رحيل من النادي الاهلي. بكل اختصار بيرسي تاو لا، عايز يكمل مع النادي الاهلي حتى على الاقل موسم لحد نهايه 25، ده اخر عقده. عايز يكمل يلعب مع الاهلي الانتر كونتيننتال، كاس العالم، سوبر، وبعد كده يفكر ان هو يمشي او يكمل مع النادي الاهلي، او حتى يرجع تاني الجنوب يلعب في جنوب افريقيا، سان داونز بقى او ايا كان النادي. لكن بيرسي تاو يرفض تماما رحيل من النادي الاهلي. اسمع بقى عشان اللي جاي تقيل. صحيفة ليكيب، اسمها ايه؟ ليكيب. بص ليكيب صحيفة ليكيب الفرنسية المشهورة الموثوقة بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك هناك ناديان يتنافسون على محمد عبد المنعم. نيس الفرنسي وبولونيا الايطالي يتنافسان على النجم الاهلي محمد عبد المنعم، مدافع النادي الاهلي ومدافع منتخب مصر. ولما تقول محمد عبد المنعم بتقول عليه اللاعب الكبير محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم لازم يقول العروض دي، ولازم يقول عروض اكبر من كده. محمد عبد المنعم طبعا لسه ما خدش قرار، لكن قرار النادي الاهلي لا ليه؟ عشان محمد عبد المنعم اكبر من كده. بولونيا يعني أندية منتصف الجدول كده، ما بينافسوش على جدول، وفي بعض الأحيان أصلا بينافسوا على الهبوط، هو ونيس الفرنسي. فلا مش الأندية الجامدة يعني اللي يروح لها محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم عايز يروح يطلع بره، لكن مش هم دول اللي قدروا موهبة محمد عبد المنعم. فنادي الأهلي لا، قال مثلا لو جه نادي عالي جدا مثلا اي نادي كبير يوافق النادي الاهلي او يفكر، لكن مش الانديه دي. النادي الاهلي بيقرر تجديد محمد عبد المنعم موسمين، وهيبقى من اصحاب الفئه الاولى. ده محمد عبد المنعم. طيب المفاجاه او الكريزه والبونبونايه والحلويايه اللي معايا النهارده، صفقه الموسم محمد علي بن رمضان، لاعب خط الوسط واللي عنده 24 سنة، لاعب فرانك فروزي المجري، يقترب وبشدة من النادي الأهلي. كاد أن أقول لك أن الأهلي حسم صفقة اللاعب الحريف الشاب بن رمضان. الأهلي خلاص ضمن الصفقة بشكل كبير جدا. النادي طبعا بدأ المفاوضات، نادي فرانك فروزي المجري بدأ المفاوضات ب3.5 مليون دولار. النادي الأهلي طبعا قال لا، 1,200,000 دولار. طيب
دلوقتي النادي بيقل شويه، النادي المجري بيقل شويه في طلباته، والنادي الاهلي بيزيد في عرضه. دلوقتي النادي المجري بيقل ل 200 اللي هو 2 مليون و400 الف دولار، والنادي الاهلي بيزيد عرضه لمليون و700 الف دولار. والصفقه وبيؤكد لنا من داخل النادي الاهلي ان الصفقه خلاص على عتاب النادي الاهلي، واكد لمارسيل كولر ان الصفقه او اللاعب اهلاوي. يعني ده الكلام اتاكد لمارسيل كولر، ولاعيب كويس جدا وحريف وهيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فدي تاني صفقات النادي الاهلي التي اقتربت وبشده. طيب ندخل بقى على موضوع تاني، وتمديد عقد الشناوي بمبلغ خيالي. الشناوي لحد دلوقتي ما جالوش عرض يقدر قيمته، ما جالوش عرض عالي قوي يعني، عشان كده النادي الاهلي يقرر تجديد عقد الشناوي موسمين، وهيبقى هو طبعا فئة أولى مع الشحات ومع إمام ومع اللعيبة دي، لكن لا هو هيبقى لوحده في فئة تانية خالص، هيبقى لوحده كده في كوكب تاني مش من ضمن اللعيبة العادية، هيبقى هو الفئة الأولى، هو لوحده بس الفئة الأولى، والفئة الأولى هتعلى وهيبقى الشناوي فقط في الفئة دي. هيعلى طبعا بشكل كبير جدا وهيبقى بمبلغ خيالي، وده طبعا تقديرا على مجهوداته مع النادي الأهلي. طيب دلوقتي النادي الاهلي خلاص هيشتري الزنفولي رسميا، وقريب جدا النادي الاهلي هيعلن او هيتم شراء الزنفولي. وبرضه رحيل حارس النادي الاهلي المتألق، لا مش اللي بالك، مش شوبير، حمزة علاء المتألق مع المنتخب الاولمبي، والذي تألق في 3 مباريات اللي لعبهم المنتخب الاولمبي وكان اخرهم اسبانيا. اللاعب حاليا النادي الاهلي شايف ان مفيش مكان ليه، او مفيش مكان هيخلي اللاعب يلعب، لان انت عندك شناوي، عندك شوبير، فمكان بقى مسحوم جدا باللعيبه. فقال لا نطلعه موسم يلعب ويبقى رجله في الملعب، وبعد كده نرجعه تاني للنادي الاهلي. وهو حاليا هيطلع او في مفاوضات من نادي الصاعد حديثا الى الدوري المصري، نادي بتروجيت. حلقتنا النهارده انتهت، اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنسانيش بقى باللايك بتاعك الجميل، واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.